مصيف راس البر بالنهار ليه شكل، بس بالليل شكل تاني خالص، خصوصا عند اللسان، الحتة اللي الناس بتعدي عليها وتضحك وتلعب وكأن الدنيا كلها بخير. بس أول ما الساعة تيجي 2 المكان بيتبدل، بيسكت وبيفضى وبيبقى مهجور بطريقة مزعجة. تحس البحر نفسه بيزق البشر بعيد عنه وكأنه بيجهز للي جاي، وحاجة محدش أبدا يحب يشوفها. 2015 كنت أنا وعيلتي وعمي وأولاد عمي، كنا بنتمشي على اللسان بالليل وبناكل آيس كريم وبنستمتع بالجو زي أي حد. وحصل اللي ما كانش على البال في الليلة دي بالذات. الهدوء كان فيه حاجة غلط، مش هدوء طبيعي، كان سكون. سكون من النوع اللي يخليك تسمع دقة قلبك. البحر ساكت، الهوا واقف، والرملة مش بتصدر صوت، كأن المكان بيحبس أنفاسه مستني حاجة. على السور لمحت نقطة صفرة، نقطة بتكبر لحد ما اتضح إنها طفل صغير 6 سنين بالكتير، لابس تيشرت أصفر فاقع باين حتى في الضلمة، وشورت أبيض، واقف لوحده الساعة 2 بالليل، مش ماسك إيد حد ومش حتى بيبص حواليه، واقف ثابت كأنه بيتفرج علينا إحنا. وفجأة الطفل نط من فوق السور، وقع على الرملة وجري، بس الجري ما كانش طبيعي، سرعة مستحيل طفل يجري بيها، خصوصا على رملة صعب المشي فيها في كل خطوة. وجري ناحية البحر وأنا واقف أراقبه لحد ما الضلمة ابتلعته بالكامل، وكأنه عمره ما كان موجود. ناديت عيلتي بصوت متلخبط: بصوا في طفل بيجري هناك. عمي بص ناحية البحر وقال بنبرة متوترة: أنا شفت حاجة صفرة دخلت المية. وابن عمي زود وقال وكأنه متأكد: لا، أنا شفت طفل نزل البحر فعلا، بس الغريب ولا واحد فيهم استوعب ولا حد حاول يفهم اللي شفناه، كأن الموضوع مش المفروض نتكلم عنه أصلا. رجعت أبص على البحر، الموج اتحرك مرة واحدة كأنه بلع الطفل بالكامل، ولا سمعنا صوته ولا شفناه تاني، والبحر رجع ساكت، بس إحساس الرعب فضل معانا. اليوم اللي بعده ما نمتش، ما قدرتش، هديت نفسي يمكن كنت بحلم، فنزلت لوحدي على الشط الساعة 3 مستني الشروق. قعدت على الرمل، شربت قهوتي، وفجأة من غير أي مقدمات سمعت صوت غراب، مش واحد، دول كتير، غربان. هنا ده الشط، مفيش شجر أصلا. وبعدين سمعت بومة وبصوت واضح كأنها واقفة فوق دماغي. شعور غريب، حسيت إن في حاجة غلط بجد. الهوا لف، الحرارة نزلت فجأة، شعري وقف، وحسيت إن حد واقف ورايا. سمعت صوت مية بتتشال زي حد بيطلع من البحر ببطء شديد وبخطوات ثابتة. ولما بصيت اتجمدت مكاني، نفس الطفل بنفس اللبس طالع من البحر، بس المرة دي ما كانش طالع كطفل. جسمه كان بيتشوه مع كل خطوة، ايده بتطول، ضلوعه بتتزاح، ورقبته بتتمط، ووشه ما كانش ثابت. ملامحه كانت بتتغير كل ثانية، كأنه بيدور على شكل يناسب الحاجة اللي جواه. وفجأة جري عليا، جري مش بشري، جري يخليك تفهم ان اللي قدامك مش من العالم ده. قبل ما الحق ارجع خطوة واحدة سمعت صوت مية بتتشال، الصوت اللي بيجي لما حد كبير بيطلع من البحر، مش خطوات طفل. مرة وبعدين مرة تانية، ولحد ما وداني وجعتني من الصوت سمعت التالتة. رفعت عيني ولقيت 3 كائنات بيطلعوا من المية، بيمشوا في صف
لابسين عليهم هدوم أطفال، بس ملامحهم ملهاش أي علاقة تماما بالبشر. الأول كان طويل بشكل يقتل أي إحساس بالأمان، طول مش منطقي، عمود فقري ممدود بزيادة، ورقبته رفيعة، وراسه صغيرة لدرجة إنك تحس إنها هتقع، وعينيه كانت فتحتين سودة من غير جفون بتبصلي كأنها حفرة. والتاني قصير بس جسمه ملفوف على نفسه، كأن العظم جواه بيلتف ويطق في كل خطوة، كتفه نازل، صدره داخل لجوه، ورجليه مش ماشية في خط مستقيم، كأنه بيتسحب، وصوت نفسه كان زي شخير مكتوم. أما التالت فده كان الأسوأ، ملامحه ما كانتش بتتغير بس، دي كانت بتتشكل وتسيخ وتترسم من جديد. مرة شكله طفل عادي، ثانية واحدة تتحول ملامحه لعجوز، وشه متكسر، وبعدين يتغير لوجه فاضي تماما، من غير عين ولا بق، مجرد جلد مفرود. ومع كل خطوة كنت شايف وشه بيتشوه قدامي، وكأنه عجينة حد بيطبع فيها أسماء. والتلاتة كانوا بيجروا عليا، مش جري عادي، جري في انزلاق كأن رجلهم مش بتغرز في الرملة، جري يخليك تحس إنهم مش جايين يهجموا، جايين ياخدوك معاهم. القهوة وقعت من إيدي ورجلي اتحركت قبل حتى ما عقلي يفهم. جريت وأنا سامع ورايا صوت رجليهم، صوت تقيل مش طبيعي، كأنهم بيجروا على أرض صلبة مش على رملة بتغرز. كنت بلهف، صدري مولع، وكل خطوة بحس إنهم أقرب. ولما طلعت من الشط الصوت وقف مرة واحدة، كأن اللي كان بيجري ورايا اختفى. رجعت وحكيت اللي شفته، ضحكوا واتريقوا وقالوا لي ده خيالك، مفيش أطفال بتجري في البحر بالليل. بس أنا شفت حاجة تانية. وسط الضحك كان في عينين اتغير لونها للحظة، عينين اتقلقت، عينين فهمت إن اللي قلته مش هزار، حتى لو ما قدروش يقولوا كلمة واحدة. الليلة اللي بعدها وأنا قاعد في نفس المكان، شفت راجل كبير قاعد على كرسي خشب قديم، هيئته وضحت لي قبل لسانه إنه منقذ بحر من زمان. شعره أبيض، جلده مسمر من الشمس، ووشه مليان خطوط عمر طويل شاف فيه اللي ما يتشافش. قربت منه وسألته: يا عم الشط ده حصل فيه حاجة؟ الراجل سكت وكأنه بيختار كلامه بحذر، وبعدين طلع نفس طويل وقال بصوت مبحوح: انت شفتهم صح؟ ساعتها جسمي اتشل، ما قدرتش اتحرك ولا حتى ارمش. بص للبحر نظرة ملهاش عمق. يا ابني الشط ده غرق فيه اكتر من 120 طفل من سنين طويلة، ولحد النهاردة. سكت تاني، الصمت كان أتقل من البحر نفسه، وبعدين كمل: بس مش كل اللي بيغرق بيروح. رفعت عيني وبصت له، بصة واحدة منه قطعت ظهري. قال بهدوء مخيف: فيه اللي بيغرق وفيه اللي بياخد شكل الغرقة. بعدها لف وشه ناحيتي، وعينه لمعت في الضلمة بنبرة تحذير: واللي شفتهم مش أطفال، دي كائنات ساكنة البحر، بتظهر بس للي البحر بيختاره. من اليوم ده عمري ما قربت من بحر إلا وحسيت إن في حد واقف جوه بيراقبني من بعيد. كل ما اسمع صوت غربان قلبي يقع في الأرض، وكل ما أشوف طفل لابس أصفر نفسي يتحبس، وأفكر في اللي طلع من المية يومها. والمرعب بجد إن لحد النهاردة وقت المغرب تحديدا بسمع في ودني صوت خفيف، صوت حد بيجري على الرمل، وفجأة يطلع صوت طفل بيضحك ضحكة قصيرة، بس مش ضحكة بشر، ضحكة محدش يحب يسمعها
وهو لوحده. ولو حصل لك موقف شبه اللي سمعته دلوقتي اكتبه لنا في الكومنتات، يمكن حكايتك تبقى القصة الجاية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتستنوني على فيسبوك وتيك توك وإنستجرام. اللينكات كلها موجودة في البايو. خدوا بالكم من البحر، مش كل حاجة جوه انت تعرفها.